زي النهاردة سنة 1987 يوم 29 يناير وفاة الفنان المصري إبراهيم عبد الرازق. طبعا الفنان إبراهيم عبد الرازق اتولد في يوم 18 مايو سنة 1942 في منطقة كفر الترعة القديم مركز شربين محافظة الدهالية. اشتغل في المسرح واشترك في أدوار السينما الصغير، واشتغل حوالي 60 فيلم، وقدم العديد من أعمال التلفزيون. اشتهر بتقديم شخصية كافر قريش وله ابنة وحيدة. طبعا عمل العديد من الأفلام، وكان طبعا ليه أدوار شهيرة أكيد حضرتكم هتفتكروها. وتوفى وهو عنده 44 عام وهو على خشبة المسرح أثناء تقديمه أحد الأدوار أمام الفنان القدير سعيد صالح. وكانت صدمة لكل الحاضرين، وكانوا بيعتبروه في الوقت ده من أكثر الفنانين احتراما ومقاما وتقديرا. حد لسه فاكر الفنان القدير إبراهيم عبد الرازق ولا إيه؟ أكيد كلنا هنفتكر أعماله. لو لسه فاكره ادعيله بالرحمة. خالص الشكر.